بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم الصحة وفي أسعد حال. أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة هو تفسير رؤية الجوافة في المنام للرجل. وإيه معناه؟ إذا رأى الرجل المتزوج أنه يأكل الجوافة في منامه وكان طعمها جميل ويوجد بها بزر قليل، شاف الرجل أنه بيأكل جوافة والطعم حلو وجميل ولذيذ وفيها بزر قليل جدا، فهذه الرؤية تدل على إيه؟ تدل على أنه سوف يحصل على ربح بطريق سهل، يحصل على مال هيأتي من طريق سهل وميسر. أما إذا أكل الرجل الجوافة وكان يعوق أكله البزر اللي هو فيها، وكان البزر ده كبير الحجم، فهنا الرؤية بتدل على أنه رزق جاي عن طريق صعب، مال قادم ليه، ولكن المال ده جاي بعد مشقة وتعب، بعد تعب، بعد جهد كبير سيأتي له هذا المال. أما عندما يرى الرجل المتزوج في منامه أنه يقطع أو يقطف يقطف جوافة من شجر الجوافة، يقطع جوافة من الشجر، فيدل ذلك على تحقيق أمنية غالية في حياته. الرأي عنده أمنية بيتمناها من زمان، الرؤية دي هتتحقق له قريب طالما شاف ان هو بيقطع جوافة من الشجرة. تمام؟ والأمنية دي هتتحقق له، وربنا سبحانه وتعالى هيرزقه بهذه الأمنية في وقت قريب، يعني مش في مسافة بعيدة بعد عدة سنوات، لا، ده في وقت قريب بأمر الله تعالى الأمنية بتاعته هتتحقق لو شاف انه بيقطف جوافة من الشجر. أما لو رأى أنه بيأكل والطعم جميل فده خير ورزق قادم ليه عن طريق ميسر وطريق سهل بأمر الله تعالى، ما دام البذر قليل وكان صغير. أما لو كان البذر كثير وكبير الحجم فالرؤية هنا تعني على إقدام مال له، ولكن يأتي بعد مشقة وتعب وجهد من الرائي. هذه الدلالات التي تحويها رؤية الرجل المتزوج للجوافة في منامه، إذا أكل منها وكان بذرها قليل، أو أكل منها وكان بذرها كبير وكثير، وإذا رأى أنه يقوم بقطف الجوافة من الشجر. هذا ما يتعلق بهذه الرؤيا. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.